السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. تغذية مرضى السكر. مريض السكر المفروض يركز على ايه؟ وايه اللي ياكل منه اقل او ايه اللي المفروض يمنعه؟ بس قبل ما نتكلم على تغذية مرضى السكر، تعالوا نتكلم الاول عن مرض السكر. هو يعني ايه مرض السكر؟ يعني ايه حد عنده سكر؟ وهل السكر ده نوع واحد ولا في عندي كذا نوع مختلف من السكر؟ تعالوا كده واحدة واحدة نشوف الأول احنا ليه أصلا بنهتم بمرض السكر للدرجة دي، وإنه لازم يبقى ياخد علاجاته، نعمل له كل 3 شهور بيبقى عنده تحليل. ليه بنهتم بيه قوي كده؟ لأن مرض السكر أصلا بيرتبط أو بيوصلك، لو أنت مش ملتزم بيوصلك لأمراض تانية. زي إيه؟ يعني السبب الأول للفشل الكلوي في العالم هو مرض السكر. مرض السكر كمان بيأثر على إيه؟ بيأثر على شبكية العين، بيأثر كمان على الأعصاب. عشان كده دايما مرضى السكر تلاقيهم عندهم اللي هو الرعشه اللي بتحصل في الايدين، فبياخد حاجات زي الملجا والكلام ده. مرض السكر برضو ممكن جدا يوصل حد مش ملتزم ان هو نعمل حاجه اسمها بتر في احد الاطراف، القدم او ممكن حتى في صوبع، بسبب الغرغرين اللي ممكن تحصل وما يكونش فيه دم واصل للجزء ده من الجسم او للطرف ده من الجسم. عشان كده احنا بنهتم بمريض السكر. طيب هل بقى هو في انواع من السكر؟ عندي انواع من السكر. عندي مثلا سكر اسمه نوع اول، وعندي نوع تاني، وعندي سكر الحمل، وعندي سكر اسمه سكر ثانوي. تعالوا نتكلم كده على اول نوع فيهم ونفهم هو بيحصل ازاي وسببه ايه. النوع الاول من السكر اللي هو اسمه سكر تايب 1 او سكر نوع اول. بيحصل ازاي؟ النوع ده بيكون بس 8% من اللي عندهم سكر في العالم هم اللي عندهم نوع اول. اللي بيحصل ان هو بيكون موجود من ساعة الولادة، يعني هو مرض مناعي. سكر نوع اول هو مرض مناعي. الجهاز المناعي بتاعك بدون اي خطأ انت عملته وبدون اي ذنب، انت ما عملتش اي حاجة غلط، الجهاز المناعي قرر ان هو يطلع اجسام مناعية تضرب البيتا سيل اللي هي الخلية اللي موجودة في البنكرياس اللي مسؤولة عن انتاج الانسولين، او بيضرب جزيئات الانسولين نفسها. ده مين؟ الجهاز المناعي. لغايه ما يحصل تدمير كامل للخليه دي فيبقى الجسم ما فيهوش انسولين. معنى كده ان النوع الاول من السكر الشخص مش بيكون عنده انسولين. بيتشخص من امتى؟ من سن 5 سنين ل 15 سنه، اللي هو طفل يعني انت اي طفل بتلاقيه بياخد انسولين عنده سكر، اعرف ان ده نوع اول من السكر. حلو قوي. طيب طالما هو موجود من ساعه الولاده، ايه اللي يخليه يتشخص بعد 5 سنين او بعد 7 سنين او بعد 10 سنين؟ لان مش بيكون حصل تدمير كامل للخليه اللي هي البيتا سيل اللي بتنتج الانسولين. هو كده كده طبيعي جدا ان في البدايه بيكون فيه رضاعه، واللبن ده فيه لاكتوز يعني فيه كارب او سكر، وبعد كده اول كام سنه هو بيكون مقضيها طبعا شيبسيهات وبسكوتات ومبوظ الدنيا، لكن مش بيبدا يظهر عنده المرض لان بيكون في جزء من الخليه شغال بيحاول يعوض الجسم بالانسولين عشان هو عمال يرفع سكر الدم. في خلال بقى من زي ما اتفقنا كده من 5 ل 15 سنه بيكون خلاص الخليه دي اتدمرت بالكامل، يبقى الجسم ما فيهوش انسولين. طيب ايه بقى الاعراض اللي انا لو شفتها على ابني انا اقلق ولازم اعمل له التحليل؟ اول حاجه هتلاقيه هو بيعطش كتير جدا. تاني حاجه هو بيدخل التويليت كتير، يعمل يورين او بول كتير. تالت حاجه بيحس بالجوع كتير. طيب هو ليه بيدخل التويليت كتير؟ لما سكر الدم بيعلى، الجلوكوز بيكون عالي في الدم والدم مش عارف يستخدمه، بيبدا يخرجه من الجسم عن طريق انابيب الكلى. فهو خارج عن طريق انابيب الكلى بيشد معاه بيسحب معاه ميه، فهو عشان كده بيدخل التويليت كتير. وما بيسحب معاه ميه ففي ميه نزلت من الجسم، فعشان كده هو بيحاول بيعطش كتير. نفس القصه بيحس بالجوع كتير لان الجلوكوز اللي موجود عنده في الدم وعالي ده هو جسمه مش مستفيد منه لان مفيش انسولين يدخله جوه الخلايا. مشكله الاعراض دي ان هي مش واضحه شويه. يعني ايه؟ يعني هو في كام ام مثلا بتركز مع ابنها ان هو بيشرب ميه قد ايه ولا هو بيدخل التويليت قد ايه؟ يعني صعب ان هي تركز في حاجه زي دي، خاصه اصلا ان في عيال صغيره بتكون بطبيعتها هو واد رخم كده، بيشوف حد بيشرب عايز يشرب، بيشوف حد بياكل عاوز ياكل. فالموضوع صعب شويه ان احنا نتابعه او نلاحظه. طب ايه الاعراض
اللي بتكون اوضح من كده ان هلاقي الطفل ده مجهوده قليل. يعني ايه مجهوده قليل؟ يعني دايما حاسس ان هو عاوز يرتاح، دايما هو بيرجع مثلا من المدرسه عاوز ينام، تركيزه قليل. ده بيكون بسبب ايه؟ بيكون بسبب ان هو مش قادر يستخدم الجلوكوز اللي عالي عنده في الجسم. كمان الطفل ده هتلاقي وزنه ما بيزيدش، ما كانش بيخس كمان، لان هو مش قادر يستخدم زي ما قلنا الجلوكوز اللي موجود في الدم. دي اهم الاعراض اللي لو انت لاحظتها في ابنك او في بنتك لازم تاخده تعمل له تحليل سكر. لو حصل والاعراض دي برضو انت ما خدتش بالك منها، هيوصل بقى لمرحله ان هو يجيله غيبوبه سكر. وده اللي بيحصل، ده اللي بيتشخص بقى في الاخر. دي الطريقه اللي هيتشخص بيها كطفل ان هو عنده سكر. اللي بيحصل ان الطفل بيتنقل المستشفى مغمى عليه، اول حاجه بيعملها له بيقيس السكر، يلاقي السكر 400 مثلا 500، خلاص الطفل ده كده ايه؟ غيبوبه سكر. بيبدا يديله جلوكوز وبيديله انسولين. بس في حاجه مهمه قوي بقى بياخد باله منها لما بيعمل له التحليل عشان يشوف السكر في دمه قد ايه. بيقيس كمان البوتاسيوم. اشمعنى بقى البوتاسيوم بالذات؟ هقول لك ليه. هو كان سكر الدم قبل ما يجيله الغيبوبه كان سكر الدم عنده عالي جدا، صح؟ طيب سكر الدم ده لما بقى عالي، انت متخيل فيه كميه جلوكوز نزلت من الجسم قد ايه وشدت معاها ميه قد ايه؟ فلما الميه دي هتنزل من الجسم هو هيحصل له جفاف، هيحصل له لخبطه في الالكترولايت بتاعه الجسم زي الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي. فالبوتاسيوم يقل، واي لعب مع البوتاسيوم ان هو قل في الجسم، انا كده بتكلم في ان انا ممكن اوصل لايه؟ ممكن اوصل لمشكله في كهربه القلب. عشان كده في المستشفى بيقيس السكر بتاعه قد ايه، وبرده بيشوف البوتاسيوم بتاعه قد ايه، وقبل ما بيديله الجلوكوز او الانسولين بيديله البوتاسيوم. ده كان اول نوع من انواع السكر. عشان ما اطولش عليكم هنتكلم عن باقي الانواع في فيديوهات تانية، ويا رب السلامه للجميع واشوفكم على خير.